اوكي. طبعا وصلنا لاكتر جزء عبثي شفته في حياتي، واللي هو البرايسنج موديلز او التسعير بشكل عام. ليه عبثي؟ لان انا بشوف كميه ديلز بتتقفل عبيطه جدا جدا، زي واحد بيقفل لك ديل ب $300، $200، $500، $800. ايه الديلز دي يا جدعان؟ دي مش ديلز ابدا. احنا بنقفل ديلز اكتر من 4000 و5000 دولار، وانت بتقفل لي ديلز ب $300. انت بوظت الخدمه حرفيا. فهنا نيجي علشان نعلمك ازاي تقدر تسعر بالشكل الصح، ازاي تعمل اوفر مناسب للعميل. تخيل انت العميل عرضت عليه اوفر ب $800، والعميل ده يقدر يدفع لك $3000. شفت القهره؟ يعني انت متخيل؟ ده بسبب بس انت مش عارف تسعر خدماتك بالشكل الصح، ومش عارف تقول تسعيرك بالشكل المظبوط والصح للعميل. تمام. فبالتالي انت محتاج ان انت تبدا تعرف ازاي تعرف تسعر صح خدمتك. بس ده مش هيحصل غير لما تبقى عارف ازاي تحسب تكاليفك، ولما تيجي تحسب تكاليفك تحط بروفيت مارجن كنسبه قد ايه. تحط فوق التكليف بتاعتك 30% بروفيت، ولا 40%، ولا 50% بروفيت، ولا 60 او 70% بروفيت. تحط كام بالظبط؟ فانا دلوقتي هبدا اتكلم لك اكتر عن ازاي تقدر تظبط الموضوع ده بشكل عام، ولكن طبعا نتكلم عن طرق التسعير بشكل عام. لما العميل يجي يسالك انت البيمنت عندك بيمشي ازاي، تقول له طريقه تسعيري 1 2 4، او بستخدم الموديل اللي هو مثلا اول موديل معانا اللي هو ريتينر برايسنج موديل، ان انت بتدفع لي فيكسد في كل شهر، او بتدفع لي رقم ثابت او مبلغ ثابت كل شهر. تمام. فخلينا طبعا نبدا نتكلم اكتر عن البرايسنج موديلز، ويلا بينا نتكلم عليهم. طبعا خلينا نبدا نتكلم عن البرايسنج موديلز، وطبعا خلينا نبدا باول موديل معانا وهو الريتينر برايسنج موديل. وطبعا الموديل ده بالذات او اول موديل معانا ده اكتر موديل انا بستخدمه في الايجنسي بتاعتي، واللي هو بيكون يعني بستخدمه بنسبه 80% حرفيا، وال20% هو الموديل الثاني. وافهمكم الفرق بين التو موديلز دول، هم متشابهين جدا بس في حاجه زياده بس في الموديل الثاني. ولكن خلينا نبدا نشرح ايه هو الريتينر. ايه كلمه ريتينر دي؟ كلمه ريتينر معناها، ما اقدرش اترجمها بالعربي، بس ببساطه شديده عباره عن مبلغ ثابت العميل بيدفعه لك كل شهر، بغض النظر عن كميه المحتوى اللي انت هتنزلها له. شكرا. ده الموضوع خلص. تمام. ده يرجعنا بقى، تقول لي يا محمد انا مش فاهم حاجه. ما انا هفهمك. ده يرجعنا للنقطه اللي هي الشائعه عامه في الماركتنج ايجنسيز من ناحيه التسعير، اللي هم لما بيجي يسعروا الخدمه بتاعتهم بيسعروها ازاي؟ باكجز. صح ولا؟ يقول لك انا عندي باكج اولى اللي هي الاليت، الثانيه مش عارف اي حاجه عامه، اكستريم عامه، وثالث حاجه كذا. بيبقى قسمها لك باكجز. الباكج الاولى مثلا بكام؟ مثلا ب 5000 جنيه. طبعا انا بضحك جدا على الناس دي. ب 5000 جنيه، وبينزلوا لك مثلا في الشهر 20 ريل، 20 ستوري، و20 بوست. الباكج اللي بعدها هيكون فوق ال 20 ريل وال 20 بوست وال 20 ستوري، بس مثلا ب 8000 جنيه. التالتة تبقى كاستم بقى، عايز بقى 50 ريل، 50 فيديو، 50 بوست، مثلا ب 20000 جنيه. فدي الباكجز. حلو جدا. فانت هنا مربوط بارقام معينه تنزلها. فلو العميل طلب منك كمثال، العميل يختار الباكج الاولى اللي هي ب 5000 جنيه، وراح قال لك انا عايز انزل بوست زياده، يعني 21 بوست، 21 ريل، 21 ستوري. كده معناه ان هو عمل ابجريد للباكج اللي بعتها. يعني بدل ما يدفع 5000 جنيه هيضطر ان هو يدفع كام؟ 8000 جنيه، عشان بس بوست واحد بس زوده. فهو هنا التسعير مربوط بارقام معينه انت بتعملها للعميل، فبيبدا السعر يزيد عليه. تمام. ده تسعير غلط خالص، وفكوكم من التسعير ده. مفيش حاجه اسمها باكجز يا جدعان في الايجنسي، الموضوع ده مات. مفيش حاجه اسمها كده. تمام. انت ما انت مش انت هنا مش في ايام 2016 و2015. مفيش حاجه اسمها كده ابدا. احنا هنا بنتكلم عن ان انت محتاج تقدم فاليو للعميل عشان تبني معاه لونج تيرم بارتنرشيب، وتبني له بجد سيستم يقدر ان هو يساعده ان هو بجد ينجح معاك، فيكمل معاك كل شهر. حلو جدا. فاحنا بالتالي اللي انا هنا بتكلم عليه ان انت الريتينر معناها ايه؟ مبلغ ثابت مثلا $3000 العميل بيدفعهم لك كل شهر، بغض النظر عن كميه البيسز او عدد المحتوى اللي انت بتنزله له. فانا الخدمه بتاعتي بقدمها كالاتي: انا كمحمد اسامه بقدم توزيع محتوى، بفتح لك من 10 ل 20 حساب. حلو جدا. وفي نفس الوقت مثلا كمثال بديلك مثلا ان انا اقدر انزل لك كل شهر من 4000 ل 6000 فيديو. لو انا نزلت له 7000 فيديو هتفرق؟ مش هتفرق. مش هروح للعميل اقول له ان انا عايز فلوس اكتر، لا. ولكن طبعا ده بيتحدد بناء عليه على كميه المحتوى اللي عند العميل. لو العميل بيسمح ان انا اقدر انزله 7000 فيديو قصير كل شهر، يبقى زي الفل. طب لو انا نزلت مثلا في كمثال 4000، مش هتفرق. لو نزلت 5000 مش هتفرق. لو نزلت 4001 مش هتفرق. مش مربوطه بارقام. فالريتين عباره عن مبلغ ثابت العميل بيدفعه لك كل شهر عشان تقدم له خدمه معينه بالنتيجه او الاوت كام اللي هو عايزه. يعني في الاخر تقدم له فاليو يعني. تمام. ده الريتينر برايسنج موديل، وده اللي بتعامل بيه دايما. فخلينا طبعا يعني نكمله كده. يلا يعني ايه، نقرا شويه فيه عامه بشكل عام.
يبقى ايه هو الريتينر؟ ريتينر means the client pays a fixed monthly fee no matter how much content we publish or how many edits we do. تمام. it's not about counting videos. بص هي مش عباره عن كم عدد الفيديوهات اللي احنا ايه بننزلها، او احنا بنعد الفيديوهات اللي احنا بننزلها فبنحسب له بناء على الفيديوهات اللي احنا نزلناها احنا هندي لك سعر كذا. ده الباكجز دي فكك منها خالص، دي مش بنتعامل بيها ابدا. ماشي، واصلا دي عبيطه مفيش حد اصلا بيتعامل بيها دلوقتي، واللي بيتعامل بيها يبقى ده مش بروفيشنال ابدا. المهم تاني حاجه it is about building a long term system that deliver consistent outcome او value اللي هو بنسميه في الاخر الام ار ار، اللي زي ما قلت لك قبل كده وكلمتك عنه في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي هو الام ار ار هو اهم مترك عندنا في الايجنسي. فعشان تبني ام ار ار كويس وتخلي العميل يقعد معاك بشكل افضل لازم تقدم له فاليو حلو. مقابل الفاليو دي اللي انت عامه بتقدمها للعميل عشان تحقق النتيجه اللي العميل عايزها في الاخر، فهو بيدفع لك مانثلي فيز او رسوم متكرره كل شهر. مثلا لو قلنا $4000 العميل اتفقت انت وهو على $4000 كل شهر، فبيدفع لك $4000 كل شهر. دي النقطه الاساسيه. حلو، ده اول موديل معانا وده ينفع لكل الناس. حلو. طب يا محمد الموديل التاني انا شايف برضو اللي هو ريتينر برايسنج موديل، مظبوط. بس انا كاتب هنا، انت شايف هنا كاتب بلس 5% ل 15%. ما انا عايز اقول لك حاجه، احنا ساعات بناخد نسبه من العملاء مع الريتينر فيز. يعني بناخد من العميل زي المثال اللي فات $4000 وبناخد منه كمان نسبه من المبيعات اللي هو بيحققها. حلو، فانت كده معناها ايه؟ ان الموديل التاني ده بينفع لمين؟ ينفع فقط لمين؟ ينفع للناس اللي بتبيع بتسيل او بتسيلنج ديجيتال برودكتس، تمام، اور بتبيع كورسات. فبنقدر ان احنا ناخد منهم ايه؟ احنا بناخد منهم $4000 كل شهر ومعاها نسبه من النتائج او المبيعات اللي احنا حققناها لهم. تمام. طب يا محمد في الكونتنت ديستريبيوشن الموديل ده ينفع لمين تاني؟ ده طبعا مش انا قلت لكم ان 80% معتمد على الموديل الاول و20% معتمد على الموديلز دول. انا بتعامل اكتر مع الناس اللي هم عندهم كورسات وعندهم ديجيتال برودكتس، وخصوصا مش كورسات، ديجيتال برودكتس بيبيعوا استشارات او ديجيتال برودكتس بشكل عام، فانا باخد منهم نسبه من المبيعات اللي هم بيحققوها. تمام. وطبعا ده عن طريق اللينكات والسب اكونتس بتاعتنا. تمام. دي النسبه النقطه الاولى. طب النقطه الثانيه برضو بتاخد من مين تاني يا محمد نسبه؟ باخد من اهو ثانيه واحده البودكاست، باخد منهم نسبه. تقول لي محمد ازاي بتاخد من البودكاست نسبه؟ باخد منهم نسبه عن طريق شركات الرعايه اللي بتجيلهم بعد ما بتعاقد معاهم. يعني بيبقى احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان اي حد كشركات رعايه مش بتيجي من عندهم، بتيجي من عندنا. طب تقول لي محمد ازاي تعرف ان بتيجي من عندنا؟ بتيجي من عندنا بصراحه دي بنلاقيهم ان هم بعتوا لنا مره واحده، وهم شركه البودكاست نفسها ما تعرفش مين هم دول. يعني هم جولهم مره واحده، وفي نفس الوقت لما بيجي يدخلوا معاهم الاجتماع بيبقى عارفين ان هم جم عن طريق الفيديوهات بتاعتنا، ان هم شايفينهم منتشرين قوي في السوشيال ميديا. وعايز اقول لكم ان انا المسؤول عن الانتشار اللي حصل للبودكاستات عامه في مصر وفي الشرق الاوسط بشكل عام، انا كمحمد اسامه. فبالتالي شركات الرعايه لما بتيجي بتشوفوا انهم منتشرين قوي على السوشيال ميديا، شركه الرعايه دي بتيجي في نفس الفتره اللي انا متعاقد فيها مع البودكاست، فباخد نسبه. بتبقى الديلز عامه ما بين مليون لفوق، مليون جنيه لفوق. حلو جدا. لو بره طبعا بيبقى اعلى بكتير، بس عامه الديلز كلها بتبقى 500,000. يعني ساعات انا خدت نسبه من ديل مثلا في سنه، كل سنه شركات الرعايه بتدفع للبودكاست 500,000 جنيه، وفي شركات تانية بتدفع لك 2 مليون، في شركات بتدفع مليون. عادي جدا. انا باخد نسبه على كل دول، بس بتبقى نسبه صغيره شويه. النسبه اللي بتبقى كبيره شويه هي بتبقى من الناس اللي بتبيع كورسات او ديجيتال برودكتس او استشارات. حلو جدا. فامتى تستخدم الموديل الاول اللي هو ريتين برايسنج موديل؟ الناس عامه رواد الاعمال مش بيبيعوا حاجه، هم بس عايزين يبقى مشهورين اكتر، او عايزين يحولوا المشاهدات لليوتيوب، فهم مش بيبيعوا حاجه، فمش هتقدر تاخد منهم نسبه على حاجه معينه. طب امتى تتحقق موضوع الموديل الثاني او ان انت تاخد نسبه من العملاء؟ لما يكونوا بودكاست فتاخد من شركات الرعايه خلال فتره التعاقد. طبعا ده كله ده بيكون مكتوب في العقود بينك وبين البودكاست. دي بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه واللي هي ليها علاقه بحته الناس اللي بتبيع استشارات ديجيتال برودكتس او كورسز او كورسات. اوكي. حلو جدا. ده بالنسبه لاول تو موديلز. حلو جدا. زي ما قلنا هم بس الفرق في البرفورمانس فيه. دي احنا بنسميها ايه؟ النسبه دي بنسميها برفورمانس فيز. يعني احنا بناخد نسبه او رسوم على البرفورمانس بتاعنا او الاداء بتاعنا او نتائجنا. اوكي. حلو جدا. ندخل على ثالث موديل. ثالث موديل طبعا ما ينفعش يتعامل بيه الناس بتوع الكونتنت ديستريبيوشن، فده الخدمات الثانيه اللي هو السيت اب فيز، اللي هو اللي احنا بنسميه وان تايم فيز، اللي هو فيز بتدفع مره واحده بس مره واحده بس وخلاص، مش بتدفعها كل شهر، انت بتدفعها مره واحده بس انت بتاخد كل شهر نسبه. يعني يبقى في برفورمانس فيز او نسبه احنا بناخدها على الاداء عامه، بس دي بتبقى ايه؟ مانثلي. تمام. مانثلي كل شهر. ايه هو ده؟ ثانيه واحده. اوكي. تبقى ايه؟ مانثلي. حلو جدا. فالنسبه بتبقى مانثلي
ولكن انت لازم تدفع عشان بس يعني كمثال انا كمحمد اسامه هو بقدم خدمه مثلا زي الكلاينت اكوزيشن او الاي اي اوتوميشن، فانا بقول للعميل هتدفع لي $3000 مره واحده، مش هتدفعها لي تاني. دفعت لي $3000 خلاص زي الفل، دفعتهم لي. حلو بقى كل شهر عامه لو انا مثلا بعمل لك كلاينت اكوزيشن يعني بحاول اساعدك ان انت تبيع اكتر في الكورسات بتاعتك، فانا هاخد منك نسبه من المبيعات بتاعت كل شهر بتاعت الكورسات بتاعتك بس. فهي بتبقى عباره عن كل شهر بتبقى حرفيا نسبه بس، مفيش ريتينر بيدفع، مفيش فيز بتدفع كل شهر، انت بتدفع الفيز دي مره واحده بس في البدايه، خلص الموضوع. حلو. هل الموديل ده تتعامل بيه في الكونتنت ديستريبيوشن؟ لا، ده الخدمات زي ما قلت لكم كلاينت اكوزيشن الاي اي اوتوميشن بيتعامل بيه، او اي خدمات تانية يعني اللي هو ايه معتمد اكتر على البرفورمانس. حلو جدا تمام. هنا بقى زي ما قلنا الريتينر برايس موديلز والريتينر بلس برفورمانس 5% to 15%، ده هو بتاع الكونتنت ديستريبيوشن او بتاعنا احنا عامه في الخدمه. اوكي تمام. خلينا بقى نبدا ان احنا نكمل اكتر ونتكلم عن ازاي تحسب التكاليف بتاعت التيم بتاعتك. اوكي، فاكرين لما جينا اتكلمنا عن الكور تيم وقلنا ان انت في التيم بتاعك المفروض تعرف العميل عايز يفتح كام اكونت، وبتحسب بناء على الموضوع ده انا هعين هنا 3 فيديو اديتور، هعين مثلا واحد بيرسون براندنج استراتيجيست، هعين هنا 3 اكونت مانجر، ومثلا بلاش صمني ديزاينر، ممكن مثلا تعين واحد صمني ديزاينر او 2 صمني ديزاينر، بس بلاش صمني ديزاينر. لو قلنا هنركز على الادوار الاساسيه لو بيرسون براندنج فيديو اديتور والاكونت مانجر. اوكي حلو جدا. انت لما بتيجي تقعد مع الناس دي بيقول لك يا محمد احنا مثلا انت بتعرض عليهم مثلا راتب معين، هم لا اما يقبلوا لا اما يرفضوا، لا اما هيعلوا عليك لا اما هيقللوا عليك. هو مستحيل طبعا حد يقلل عليك، بس عامه لو انت قلت له مثلا ان انت هتطلع لي كل يوم فيديوهين كفيديو اديتور وهتاخد مني 8000 جنيه او هتاخد مني 7000 جنيه، تمام، او 9000 جنيه على حسب، هو قال لك السعر ده كويس بالنسبه لي يلا بينا نشتغل. طب عايز اعلي، هتشوف هل عندك المقدره تعلي ولا لا. حلو جدا. فهنا انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان احنا محتاجين في البدايه ان احنا نحدد التكاليف بتاعت التيم كلها. فلو قلنا ان كل فيديو اديتور بياخد منك في الشهر كراتب 8000 جنيه، تمام، اضرب 8000 جنيه في 3 فيديو اديتور، 3 كده 8 في 8000 في 3 24000 جنيه. حلو جدا. وبرضه الاكونتس مانجرز بياخدوا منك مثلا نقول 5000 جنيه، يبقى 5 في 3 15000 جنيه، تمام. والبيرسون براندنج استراتيجيست بياخد منك برضه مثلا نقول 10000 جنيه، بيعمل لك الاستراتيجي والحاجات دي كلها على العميل ده بس. ف 10000 و24000 وكمان ثانيه واحده وكمان 15000 جنيه، فكده التكليف بتاعتك كلها كام؟ 49000 جنيه، او اللي هي نقول 50000 جنيه اللي هي $1000. حلو. انا هنا كاتب ايه؟ انت في الايجنس بتاعتك بتحط البروفيت مارجنز بتاعتك ما بين 40% اقل حاجه، ما تقلش عن كده عشان هتتضر جامد، لحد 70%. لو تقدر تعلي اكتر من 70% يبقى انت جامد، تمام. بس اللي بتكلم عليه هنا ايه؟ ان انت التكلفه بتاعت التيم بتاعتك اللي هي 50، يعني 50000 هو تكليف التيم بتاعك، بتبدا ان انت تضيف عليها بروفيت مارجن 40% او 70% او ارباح بنسبه 40% ل 70%، على حسب الديل هيجي معاك ازاي. ممكن انت عارف ان العميل ده غني جدا جدا فبتدي له بروفيت مارجن 70%، بتزود على الكوست بتاعتك. انت مثلا عارف ان العميل ده بشكل عام هتقدر ان انت تقدم له فاليو معينه اكبر بكتير، او هياخد وقت اكبر بكتير، او عنده محتوى كتير جدا فهياخد وقت افضل واكبر بكتير جدا من اي حد تاني، فانت معناها كده هتدي له بروفيت مارجن اعلى، تمام. فبالتالي في الاخر يطلع لك تسعير. طب انت دلوقتي هتعمل ايه بقى؟ كالتالي هتحط الكوست بتاعك اللي هو كام؟ 50000 جنيه، ده التكاليف بتاعت الايجنسي بتاعتي او على العميل ده بس. 50000 جنيه هتحطها فوق، وبعد كده هتعمل طبعا الشرط عامه بتاعت القسمه، وبعد كده هتكتب واحد ناقص التارجت مارجن. طبعا هتكتب واحد ناقص 40%، انا عايز بس احط على التكاليف بتاعتي 40% بروفيت مارجن، يبقى واحد ناقص 40%. طبعا مش هندخل في درس الرياضيات، طبعا واحد ناقص 40% عشان بس يطلع لنا الرقم 0.04، تمام، بس عشان تفهموا الموضوع ده هيمشي ازاي. المهم الناس بتوع في هندسه وفي رياضه عامه هيفهموني، يعني علم الرياضه هيفهموني. المهم كوست التكاليف هتبقى $4000 مثلا. لو قلنا كمثال ان احنا عندنا تكاليف ب $4000، يعني احنا دلوقتي ثانيه واحده نحسبها عامة، يعني احنا عندنا دلوقتي كده اهو $4000 في 50 200000 جنيه، يعني انت عندك تكاليف ب 200000 جنيه. فككم يعني من الموضوع ده، بس ده بيحصل على ارض الواقع ان بيبقى عندنا تكاليف حرفيا ب 200000 جنيه للعميل الواحد. انا عايز احط مارجن 50%، طبعا سهله تقول يا محمد $8000 لان 50%، بس المهم يعني لما نيجي نحسبها بالحسبه عامه دي اللي هي المانثلي ريتيرن عامه، هيبقى المانثلي ريتيرن نحط تكاليفنا اللي هي $4000 على القسمه واحد ناقص 0.50 اللي هي 50%، تمام. بس هي بنعملها بالعلامه العشريه اللي هي 0.50 بيساوي اللي هو 4000 على ال 50 هتلاقي $8000 طلعوا لك في الاخر لما تيجي تحسبها. فانت دلوقتي هتتشارج كام لما تحطه في الاوفر والبروبوزال بتاعك كام؟ $8000 اللي هو هيدينا كام؟ $4000 بروفيت، يعني في $4000
راحوا، او 4K او 4K دول كوست، و4K بروفيت اتحطوا في جيبك في الشركه. تمام. فانت دايما تعتمد على دي، بتشوف التكلفه كام، $2000 او $4000، او نخليها بالمصري 200000 جنيه، 100000 جنيه، 50000 جنيه، بتحطها فوق في المقام. تحت في المقام واحد ناقص التارجت مارجن، اللي هو مثلا لو 50% 40%، بتكتب 0.40 او 40%، بتحسبها على الاله الحاسبه، تيك تيك تيك، هيطلع لك على طول انت الرقم اللي المفروض تتشارجه من العميل كام، او المفروض تاخده من العميل كام. الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي تعقيدات، ده بالظبط محتاج تعرفه. تمام. فانت مش هقولها تاني، انت ازاي برضو تقدر تحدد هل العميل ده تقدر تاخد منه فلوس اكتر ولا لا. الحاجات دي مش هقدر اقولها هنا، وده بيرجع لكذا سبب. لان الناس اللي دخلت معايا طبعا انتوا اكيد عارفين في تاني فيديو لما كنت بشرح بخصوص الحاجات دي اللي هي ثانيه واحده، تقريبا انا مسحتها اصلا، صباح الفل. فاكرين طبعا في تاني فيديو انا كنت ببيع البي دي افات، فاكرين البي دي افات بتاعت الورمنج اب والاوتريتشنج والسيلز والحاجات دي كلها. الحاجات دي اكسكلوسيف للناس عامه اللي هتدخل معايا الاجتماعات، واللي اشتروا البي دي افات بيدخلوا في جروب برايفت سيركل كوميونتي، بنبدا نناقش فيه الحاجات دي كلها، ونبدا ندخل مكالمات مع بعضنا كلنا، وانا بكون معاهم اصلا، فبشرح لهم الحاجات دي. فانا للاسف مش هقدر اقول حاجتين في الفيديو ده، عشان برضه تبقوا عارفين الحاجات اللي ناقصاكم. اهو انا بقول لكم الحاجات اللي ناقصاكم، انا مش بضحك عليكم، انا بقول لكم الحاجات اللي ناقصاكم، ولكن في ناس دفعت فلوس فبالتالي ما ينفعش. تمام. عشان ياخدوا حاجات معلومات مهمه عن الناس التانية. حلو. اول حاجه انا ما قلتهاش في الفيديو ده هو التسعير بتاع كل واحد فيهم. يعني انا في هناك تمام في الاكسكلوزيف كوميونتي هقول لهم الفيديو اديتور المفروض ياخد كام، هقول لهم الباير ريسيرش المفروض ياخد كام، الاكونت مانجر المفروض ياخد كام، الثامبنيل ديزاينر المفروض ياخد كام، البيرسونال براندنج استراتيجيست المفروض ياخد كام. وهبدا ارشح لهم افضل الناس، لو انا عندي ناس هقدر هرشحهم ليهم. الفرق ايه يا محمد؟ الفرق ان انت ببساطه جديده ان ممكن انت تدخل مع فيديو اديتور يدي لك سعر اعلى بكتير، واحنا اصلا بنتشارج منه سعر تاني. يعني كمثال مثلا انت ممكن تروح تعين واحد فيديو اديتور يقول لك 10000 جنيه، واحنا بنعين نفس الفيديو اديتور ده ب 5000 جنيه، 6000 جنيه، 7000 جنيه، ما اعرفش بقى، انا بقول امثله عشوائيه. فانا بقول لك ايه فايده الموضوع ده بشكل عام. حلو جدا. تمام. فانا دي اول حاجه ما قلتهاش. طب تاني حاجه محمد ما وضحتهاش، امتى اصلا تطلب السعر الصح للعميل، ازاي اصلا تحط بروفيت مارجن بتاعك الصح. انت هنا عامه لما جيت قلت لك انت تحط بروفيت مارجن ما بين 40 ل 70%، تمام، بس انا ما قلتلكش لو العميل قدامك دلوقتي ازاي تعرف تحط له امتى 40%، امتى تحط له 50%، وامتى تحط له 60%، وامتى تحط له 70%. ملهاش دعوه برضو بان انت غني، العميل ده غني قد ايه، فبالتالي بحط له اعلى بروفيت مارجن، مفيش حاجه اسمها كده. بس عامه بشكل عام الحاجتين دول هم اللي بس ما ذكرتهمش في الفيديو بتاع النهارده، وطبعا في حاجات كتيره جدا من ناحيه التسعير لسه ما ذكرتهاش، بس دول اكتر اتنين مهمين جدا هيتعبوك شويه لحد ما تكتشفهم. بس شكرا، ده اللي قصدي عليه، واتمنى بس الفيديو يكون كويس بس.